كويس يعني. ايمن حفني فاضل له ايه عشان يبقى حد من لا هو جه متاخر، ايمن عنده 30 سنه صح؟ هو جه متاخر، يعني هو لو كان جه بدري شويه كان هيعمل احسن، يعني اكتر من كان هيقعد قدامك كمشجع هتشوفه. يعني ايمن تحس ان هو جسمه خفيف ما انا كنت صغير، انا برضه كنت رفيع قوي انا كمان بس ما هو غصب عنك السن بعد كده هيجي بعد 32 33 غصب عنك هتلاقي جسمك مش زي الاول. الناس برضه خلي بالك، انت برضه الناس برضه لما بتقعد تلعب بجد سنه اتنين تلاته الناس بتبتدي تعرفك وتعرف طريقه لعبك، فبتبتدي برضه تتحجم شويه، يعرفوا ان انت خطير، فيبتدي يلعب مان تو مان، فيبتدي يعني ما تبانش قوي زي كل الماتشات اللي قبل كده، فتبتدي الناس تقول لك ده وحش مع ان هو بيحاول، بس بقت الرقابه عليه اصعب، وده هيحصل له يعني، يمكن ابتدى يحصل له يعني، هتلاقي حتى الماتشات اللي فاتت يعني بيطلع بواحده ويريح شويه، هو مش بيريح بس عليه بقى رقابه اشد من الاول يعني. لكن هي مشكلته ان هو جه متاخر النادي. احنا ايمن ده بنحاول نجيبه من 6 7 سنين، من ايام ما كان بيلعب في المقصه درجه ثانيه، كان الكابتن طارق احمد عبد الحليم ماسكه ولعبنا معاه ماتش ودي، وبعد الماتش كنا بنتفرج على الماتش ده، قلت لهم احنا عايزين الراجل ده ناخده. الكابتن احمد حليم قال لي طب بس نطلع درجه اولى، بس طلعوا درجه اولى، ورحنا للكابتن طارق يحيى قال لي طب بس نقعد سنه واحده ومش عارف ايه، جينا بعديها بسنه واحده حصل له موضوع الجيش ده والقلق بتاع ان هو ما كانش مجند وما كانش عنده، كان عنده مشكله في الجيش يعني، فراح رايح الجيش ما عرفناش نجيبه خالص. لا لا لا، هو من اول بقول لك، من انا من ساعه دخلنا 2009 المجلس ده اياميها. لا لا، هو ما كانش حد عارفه، احنا شفناه في ماتش ودي كنا بنلعب في دريم، انا فاكر مع حسام حسن، ولعبنا ماتش ما كانش حد عارف مين ايمن حفظي ده خالص، ولا حد ما عارفه اساسا يعني، شفته في الماتش انا وحسام وكده وعجبنا الولد جدا.